اهلا وسهلا. في عرض المحيط الاطلسي وفي عالم الظلال، فاش كتختلط المصالح بالدم، فاش كتحول الحدود الممرات للنفوذ مسارات مظلمه كتحركها شبكات تهريب ما تتعرفش الحدود، برز المغرب كلاعب لا يستهان به في حرب غير معلنه، حرب ضد منظمات كتحاول انها تصنع دوله داخل الدوله. أهلا بكم في الملف السري مع الصحفي ماموني. في تحليل معمق جديد كنركزوا فيه اليوم على العملية سكاي وايت كنموذج للدور المحوري للمغرب في مجال الاستخبارات الدولية ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. عملية ماشي مجرد مداهمة في عرض البحر، ولكن إعلان حرب على دولة خفية كتحاول أنها تكبر داخل الدولة. ونتطرقوا لقضية بارون المخدرات المعروف بموسى في منطقة الزغنغن بالناظور اللي تم القبض عليه. هذا النموذج كيكشف كيفاش يمكن المال الأسود أنه يخترق المؤسسات وقدرة على تنظيم حفلات استعراضية كما أحدث في العرس ديال موسى. عملية سكاي وايت واعتقال البارون موسى ماشي مجرد جوج ضربات، لكن كان إعلان واضح أن كاين اللي كيحاول استفزاز الدولة وكاين اللي كيرد بحزم. فالناظور ما كانش العرس الأسطوري مجرد احتفال، بل استعراض قوة من طرف شبكة أرادت أنها تقول احنا هنا كنتحركوا بالعلن، كنملكوا السلاح والنفوذ. الرد جاء سريع، اعتقالات، مداهمات، حجز أسلحة نارية، ثم جاءت الرسالة الأوضح: إعفاء القائد الجهوي للدرك الملكي. شكون اللي باغي يحول الظل لسلطة؟ وشكون اللي كيملك الشرعيه لحمايه السياده؟ الهدف ديالنا من الحلقه هو نفهموا التعقيدات ديال هذه العمليه الامنيه الكبرى، حيث ابرز ما ميز عمليه سكاي وايت استخدام تقنيه تعقب متطوره، اختراق اتصالات مشفره، ثم التعاون الدولي اللي ادى للنجاح ديالها. نحلوا ايضا شنو يعني كل هذا المكانه المغرب كلاعب امني مؤثر اقليميا ودوليا. طيب، البداية مثيرة جدا. عملية اعتراض ضخمة، كنتكلموا على 3 ديال الأطنان ديال الكوكايين في القلب ديال المحيط الأطلسي بعملية كتتطلب تنسيق استثنائي. عملية سكاي وايت هي أكبر من مجرد عملية ضبط مخدرات، حتى ولو كان الحجم ديالها ضخم. احنا كنتكلموا هنا على عملية استخباراتية وعملياتية معقدة جدا. المراقبة لوحدها استمرت سنة كاملة، سنة، وشاركت فيها أجهزة من المغرب و5 دول أخرى: إسبانيا، أمريكا، فرنسا، البرتغال، وجهات تنسيق دولية أيضا، 5 دول بالإضافة للمغرب. خلينا ندخلوا في التفاصيل ديال سكاي وايت. كيفاش بدات هذه القصة هذه؟ كل شيء بدا في صيف 2024. تحركات غير مألوفة لسفينة قاطرة كتبحر في المسارات البحرية كتخدم عادة من قبل شبكات ديال تهريب الكوكايين القادمة من أمريكا الجنوبية. السفينة كتبحر وهي رافعة العلم ديال الكاميرون، وهذا تكتيك معروف كتستخدموا الشبكات ديال التهريب للتمويه كغطاء قانوني شائع للتفادي ديال التدقيق الدولي. لكن الأجهزة الاستخباراتية المغربية بالتعاون مع الشركاء ديال الإسبان الأمريكيين الفرنسيين والبرتغاليين أيضا كانت كتراقب بصمت التمويه وتجنب الرقابة وشددها في المياه الدولية، وكانت كتبحر في مسارات معروفة، مرات رئيسية كتهرب الكوكايين من أمريكا الجنوبية لأوروبا عبر الأطلسي. طيب، سنة كاملة من المراقبة كتعطينا فكرة على الحجم ديال الجهد ديال الموارد وديال الصبر المطلوب العمليات بحال هذه. طيب، طبيعة المراقبة اللي استمرت سنة، واش كانت مجرد تتبع فقط ولا كان فيها تفاصيل أكثر؟ بالضبط، هذه العملية هذه كتسلط الضوء على مستوى جديد تماما من الثقة ومن القدرة العملياتية للمغرب، خصوصا في المواجهة ديال شبكات تهريب الكوكايين عبر ما يسمى بالطريق الأطلسي. وباش تعرفوا الطريق الأطلسي لتهريب المخدرات، فهو أحد من أخطر وأعقد المسارات البحرية في العالم،
وتستخدم بشكل رئيسي لنقل الكوكايين من أمريكا اللاتينية لأوروبا عبر المحيط الأطلسي. أعطيكم نظرة تحليلية ومبسطة على هذا الطريق وكيفاش كتم المراقبة ديالو. شنو هو الطريق الأطلسي؟ هو مسار بحري كيبدا غالبا من كولومبيا، البرازيل او فنزويلا، كيمر عبر المحيط الاطلسي باتجاه جزر الكناري، المغرب او السواحل الايبيريه، وتيستخدم فيه نوع خاص من السفن بحال القاطرات البحريه، سفن الصيد، وغالبا ما كتبحر تحت اعلام دول افريقيه باش كتفادى الرقابه. كيتم تسليم الشحنات احيانا في عرض البحر، القوارب السريعه او لانشات صغيره كتوصلها لنقاط التفريغ سريه. يعني كيفاش كتتم المراقبه ديالو؟ الطريق، الرصد بالاقمار الاصطناعيه، تتم تتبع السفن المشبوهه عبر انظمه الملاحه البحريه، وتحليل التحركات نتاعها غير المعتاده. كيتم ايضا استخدام صور حراريه وراداريه لرصد السفن اللي كتطفي الاجهزه ديال التتبع ديالها. التعاون الاستخباراتي الدولي ايضا كانت مراقبه مكثفه جدا متعدده الاوجه، اعتمدت على مزيج من الوسائل التكنولوجيه المتقدمه، صور اقمار اصطناعيه، اعتراض وتحليل الاتصالات المشفره للطاقم، تتبع دقيق ديال البيانات الملاحه البحريه للسفينه نفسها. ومن خلال الرصد المستمر قدروا انهم يفهموا النمط ديال عمل هذه السفينه. هذه كانت كتخدم بحال اللي قلنا كسفينه سفينه يعني تستقبل الشحنات الضخمه من الكوكايين في عرض المحيط، ومن بعد تقترب من مناطق معينه غالبا غرب جزر الكناري او قرب السواحل الايبيريه، وهنا كتفرغ الشحنات ديالها في سفن اصغر واسرع بحال زوارق السريعه، زوارق مطاطيه سريعه، وحتى قوارب صيد معدله هي اللي تتاخذ هذه المخدرات هذه اليابسه. هذا كيوضح فعلا التعقيد ديال عمليات التهريب الحديثه. طيب فوقتاش وكيفاش تم لحظه الحسم، لحظه اعتراض السفينه؟ الاعتراض تم في يوم الجمعه في المياه الدوليه غرب جزر الكناري. العمليه نفذتها البحريه الاسبانيه بالتعاون مع وحدات العمليات الخاصه الحرس المدني الاسباني، بناء على المعلومات اللي تم تجميعها، طبعا اكيد بناء على معلومات استخباراتيه دقيقه مستمره اللي تم تجمعها وتشاركها مع الشركاء ديال المغرب، وتغير الارصاد الجويه، يعرفوا الظروف ديال البحر اللي كانت صعبه. في عمليه اقتحام السفينه والسيطره على كانت خطيره، خصوصا ان السفينه القاطره كانت صغيره نسبيا، الطول ديالها تقريبا 22 متر، وحالتها الفنيه كانت متدهوره. السؤال، واش اسفرت العمليه على نتائج متوقعه؟ نعم، وبشكل كبير. لقاو حوالي 3 ديال الاطنان كوكايين عالي النقاء. الشحنه كانت معبأه في 80 رزمه ومخبأه باتقان شديد داخل تجاوف وهيكل السفينه. كيوضح الاحترافيه ديال المهربين في الاخفاء ديال هذه الماده هذه فعلا. وتم اعتقال الطاقم، يعني 4 من البنغلاديش، واحد من فنزويلا، والتهم اللي توجهت لهم هي الانتماء لمنظمه اجراميه دوليه متخصصه في التهريب ديال المخدرات. والتحقيقات الاوليه كتشير ان الشبكه عندها امتدادات في موانئ امريكا الجنوبيه، وفي شكوك ايضا انها متورطه في عمليات قبل استخدمت فيها موانئ افريقيه كنقاط عبور او دعم لوجستي. تفاصيل مثيره هذه. النقطة المحورية هي التنسيق الدولي اللي توصف بأنه غير مسبوق. يعني كيفاش قدرت هذه الأجهزة هذه تشتغل مع بعضيتها؟ يعني الجوهر ديال أهمية عملية بحال هذه كنموذج للتعاون. يعني التنسيق تم تحت مظلة هيئتين دوليتين، يعني مركز الاستخبارات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة المقر ديالو في إسبانيا، وكاين أيضا المركز التحليلي والعمليات البحرية لمكافحة المخدرات، وهذا كاين في لشبونة، وكيضم 7 دول أوروبية. مراكز كتشتغل كمنصات لتبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق العمليات المشتركة. في حالة سكاي وايت الموضوع ما كانش مجرد تبادل ديال المعلومات روتيني، ولكن فيه تدفق فوري للمعلومات الاستخبارية الحساسة وتخطيط مشترك بين المغرب والشركاء ديالو، يعني تبادل فوري وتخطيط مشترك. وهذا اللي مكن من تتبع السفينة لشهور طويلة واعتراضها في اللحظة المناسبة تماما.
هذا المستوى هذا من التعاون والتكامل هو اللي خلى الإعلام الإسباني وصف العملية بأنها ضربة قاسمة للشبكة ديال تهريب المخدرات أو الكوكايين عبر الأطلسي. عملية سكاي وايت تتكشف على تحول استراتيجي في موقع المغرب الجيوسياسي، موقعه بين أوروبا وإفريقيا وأمريكا، كتجعله نقطة ارتكاز في الطريق الأطلسي للتهريب. لكن الأهم من ذلك هو قدرته على التنسيق الاستخباراتي مع 5 دول في وقت واحد. بالتالي سكاي وايت ماشي مجرد عملية ضبط ناجحة وفقط، يعني مؤشر قوي على تحول الدور ديال المغرب. ما بقاش مجرد شريك أمني، لكن فاعل استخباراتي محوري قادر أنه يبادر ينسق مع القوى الكبرى في عمليات معقدة بحال هذه، لأن الموقع الجغرافي ديالو كيخليه حتما في القلب ديال الاستراتيجيات مكافحة التهريب على الطريق الأطلسي. لكن اللي ظهرته سكاي وايت وعمليات أخرى مشابهة هو أن المغرب كيمتلك قدرات استخباراتية تقنية بشرية متقدمة تتمكنه من أنه يلعب دور قيادي أو على الأقل دور شريك فاعل ومبادر، وهذا كيعزز الصورة ديالو كشريك موثوق لا غنى عنه في مواجهة التهديدات العابرة للحدود. وهذا في حد ذاته تحول مهم في ميزان القوة الأمنية في المنطقة. ومع ذلك الطريق الأطلسي كيبقى مصدر قلق وتحدي مستمر. وهنا نطرح السؤال من زاوية أخرى: واش المهربين كيطوروا الأساليب ديالهم باستمرار وكيستخدموا سفن كتبدو بريئة وعليها أعلام وهويات بشكل متكرر؟ صحيح، المعركة مستمرة، تحدي التطور ديال شبكة التهريب مرنة جدا وعندها قدرات على التكيف، لكن كل عملية ناجحة بحجم سكاي وايز كتمثل ضربة موجعة لهم. ماشي فقط خسائر مادية، لا طبعا الخسائر المادية مهمة، لكن الأهم هو التعطيل ديال الطرق والكشف ديال الأساليب، والأهم من هذا الشيء كله أنها تبعت الرسالة ردع قوية كتبين أن الأجهزة الأمنية حتى هي كتطور كتزيد تنسق وكتعتمد على التكنولوجيا. وطبعا جهود المغرب ماشي فقط تتعاون دوليا، كاين شغل كبير كيحصل هنا على المستوى الداخلي. هنا تنبغي نشير لنجاحات متكررة للسلطات المغربية في إحباط محاولات تهريب ضخمة سواء كوكايين، حشيش أو مؤثرات عقلية، واعتقال مئات ديال المتورطين فيها وفيهم أجانب أيضا. لكن كاين بعض المناطق خصوصا في الشمال مازال كتواجه تحديات مرتبطة بهذه الشبكات هذه. منطقة الشمال علاش؟ بحكم القرب ديال الجغرافي من أوروبا، وتتبقى نقطة حساسة تاريخيا، وفيه نقاش مستمر حول ضرورة معالجة الأسباب الجذرية والتجفيف ديال منابع هذه الأنشطة هذه. لكن في المقابل كنشوفوا يقظة أمنية متشددة في المنافذ الحيوية بحال ميناء طنجة المتوسط مثلا، اللي هو من أكبر الموانئ في المنطقة. تم إحباط محاولات تهريب كمية كبيرة من الأدوية المخدرة كانت في اتجاه غرب إفريقيا بوثائق شحن مزورة، وكشفوها بفضل تحليل البيانات واليقظة الأمنية. وكاين أيضا عمليات نوعية في مناطق ثانية بحال الناظور، تفكيك شبكة إجرامية كبيرة في يونيو 2025 كان كيقودها شخص مطلوب في عشرات ديال القضايا. الأمر المثير للانتباه هو تطور تكتيكات الشبكات التهريب. ما بقاش كتقتصر فقط على التهريب التقليدي، ولكن ولات أكثر جرأة وأحيانا كتلجأ للعنف المسلح لمواجهة السلطات، بحال اللي حصل في الدار البيضاء في 2024. المهربين بادروا بإطلاق النار من بندقية الصيد على الشرطة أثناء محاولة توقيفهم، أدى تبادل ديال إطلاق النار بمصرع واحد من المشتبه بهم، وهذا تطور مقلق جدا بصراحة. ويمكن أنك تطرح سؤال مشروع بخصوص واش هذه المؤشرات على محاولة استنساخ نماذج عصابات الجريمة المنظمة الأعنف عالميا بحال اللي كنشوفوا في مناطق في أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا مثلا. يعني نعم، وهذا واحد من المخاوف الرئيسية عند المحللين الأمنيين. كاين قلق من استيراد نموذج الكارتيلات في أمريكا اللاتينية. كنقصد بالناحية التنظيم والعنف، سواء من حيث التنظيم الهرمي الصارم، استخدام العنف المفرط كوسيلة لفرض النفوذ وترهيب المنافسين والسلطات. والأخطر من هذا الشيء كله هو تهديد المحتمل نشوء تحالفات أو علاقات مصلحة بين شبكات التهريب المخدرات والتنظيمات الإرهابية، خصوصا في منطقة الساحل وغرب إفريقيا. بالضبط،
لأن هذه المنطقة هذه تعتبر ممر حيوي لتهريب المخدرات لأوروبا، وتيسميوها أحيانا طريق الأمل. والمغرب تيعطي اهتمام استخباراتي كبير لمراقبة هذه التفاعلات المحتملة. وفي سياق هذا النوع هذا من الجرأة والتحدي للسلطة ديال الدولة كتبرز واحد القضية ثانية ثارت الجدل كبير مؤخرا في هذه الايام هذه، اللي هي قضية بارون المخدرات المعروف بموسى في منطقة الناظور في غوشت الجاري. القضية كانت عندها دلالات مهمة جدا، حيث تم اعتقال البارون المعروف بنشاطه الواسع والمطلوب دوليا، ومعاه 34 من الشركاء ديالو والمساعدين في منطقة الزغنغن. واللي لفت الانتباه كان توقيت الاعتقال من بعد الحفل ديال الزفاف غير عادي، واللي تم وصفه بالمستفز ايضا. الاعتقال جاء بعد ما هذا الشخص هذا نظم حفل زفاف وتوصف بالاسطوري من ناحيه البذاخ واستعراض الثراء، والاخطر استعراض الاسلحه الناريه قدام الناس كلها. وهذا تفسر بشكل سريع وحاسم انه تحدي مباشر للدوله، مباشر للسلطات والهيبه ديال الدوله. وعمليه الاعتقال نفسها سفرت على حجز اسلحه ناريه كانت مع الشبكه. وكان القضية عندها تداعيات إدارية أيضا، إعفاء مسؤول أمني كبير في المنطقة اللي هو القائد الجهوي الدرك الملكي بالناظور. وهذه الخطوة هذه تفسرت على أنها رسالة حازمة من القيادة العليا، أنه ما فيش تعاون مع أي تقصير في مواجهة مظاهر تحدي القانون والنظام العام، خصوصا من شبكات الجريمة المنظمة. خطوة تفسرت أيضا على أنها إنذار من القيادة العليا، ما كاينش تهاون مع أي تقصير، ما كاينش تسامح مع اي تواطؤ ولو بالصمت. القضيه اكدت ان الدوله ما تتقبلش بوجود مناطق نفوذ خارج القانون، وما تسمحش للبارونات بصناعه جمهورياتهم الخاصه الى صح التعبير بين قوسين. هذه راها مواجهه ما بين اللي باغي تحويل الجغرافيه لسلطه موازيه وبين اللي كيملك الشرعيه الحماية السيادة. القضية أكدت على إصرار الدولة على استئصال نفوذ البارونات وعدم السماح لهم بخلق مناطق نفوذ خارج عن القانون. بالنظر لكل هذه التحديات أيضا النجاحات، شنو هي أبرز القدرات اللي كتعتمد عليها أو كيعتمد عليها المغرب في مواجهة في هذه المواجهة المعقدة؟ نقدر نلخص القدرات المغربية في بعض النقاط. أولا، الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة للمراقبة البحرية وبرية، تقنيات الاتصال، الأمن وتحليل البيانات الضخمة. تتقول واش التكنولوجيا أساسية؟ نعم سيدي، أكيد أنها أساسية. ثانيا، التأهيل العالي والمستمر للعناصر البشرية في مختلف الأجهزة الأمنية، تخصصهم في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة. ثالثا، القدرة على جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة من المصادر البشرية الميدانية واختراق الشبكات الإجرامية نفسها. هذا الاختراق الميداني مهم جدا. رابعا، وجود تنسيق فعال مستمر بين مختلف الأجهزة الأمنية المغربية المعنية، بحال المديرية العامة الأمن الوطني، الدرك الملكي، المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DST اللي هو جهاز الاستخبارات الداخلية، مكافحة التجسس. وأخيرا، بحال اللي شفنا في سكاي وايت وموسى البارون، اللي تحدى الدولة بناء شبكة قوية من التعاون الدولي، تبادل المعلومات مع الشركاء الإقليميين الدوليين، تعزز المكانة ديال المغرب كقوة إقليمية ما يمكنش تجاوزها، وكعامل استقرار أساسي في منطقة شمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط والمجال الأطلسي كله، وتيخليه شريك مطلوب في مجالات مختلفة، ماشي فقط أمنية، وكيفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والسياسي. وبالتالي المغرب كيثبت أنه ماشي مجرد متلقي للمساعدات الأمنية، ولكن هو مزود للأمن والاستقرار في بيئة إقليمية دولية معقدة. إذن نقدر نقول أن عملية سكاي وايت كانت عدسة مكبرة وأخطر عملية استخباراتية كشفت على تطور ملحوظ في القدرات الاستخباراتية والعملياتية للمغرب، وعلى دور حيوي اللي كيزيد أهميته يوم بعد يوم في بنية الأمن الدولي، خصوصا على الواجهة الأطلسية الحساسة. تحديات مستمرة كتاخذ أشكال جديدة، شبكات الجريمة المنظمة أيضا كتطور القدرات ديالها على التكيف، كتطور التكتيكات ديالها باستمرار، وكتزيد من مستوى العنف أحيانا، وكتبحث على نقاط ضعف جديدة وتحالفات أيضا غير متوقعة، ممكن حتى مع جماعات متطرفة. وهذا واقع كيفرض
استمرار اليقظة، وكيفرض على المغرب وعلى الشركاء الدوليين ديالو الحفاظ أو على ضرورة الحفاظ على أعلى درجة اليقظة والاستمرار في تطوير القدرات وتعزيز التعاون لمواجهة التهديدات المتغيرة. فعلا وهذا الشيء كيخلينا نطرحوا أسئلة مهمة حول كيفاش غيأثر هذا الدور المغربي المتنامي على توازنات القوة وديناميكيات الأمن في المنطقة ديال الأطلسي كلها. شنو هي الاستراتيجيات المضادة اللي ممكن تبناها الشبكات الإجرامية كرد فعل على الضغط المتزايد والتعاون الدولي الفعال؟ الأهم هو كيفاش غيوازن المغرب ما بين الدور الامني ديالو المتصاعد اللي كيتطلب موارد وجهود كبيره جدا وبين مسؤولياته الاقليميه والدوليه والتحديات ايضا التنمويه داخل المغرب. هذه الاسئله هذه كتبقى مفتوحه فعلا وكتستدعي متابعه وتحليل مستمر باش نفهموا المسارات المستقبليه للامن في المنطقه الحيويه. اذا عجبتك هذه الحلقه ما تنساش انك تشاركها مع اللي كيهتم بالتحقيقات العميقه والقصص الحقيقيه. اشترك في القناه ديال الملف السري، فعل الجرس باش يوصلك الحلقات الجديده اول باول، واكتب لنا في التعليقات واش كتعتقد ان شبكات التهريب قادره فعلا على صناعه الدوله داخل الدوله. الراي ديالك كيهمنا، ربما يكون بدايه فتح ملف جديد. الى اللقاء.